الذي نصرنا وأنا أن يحضر معنا. جرت العادة أن رئيس الجمعية هذا النادي يمارس كرة القدم أيضا لكي نستطيع تنظر محترمة في خزينة النادي. طبعا هذا والاستراحات المالية الصعبة التي أثرت بشكل كبير على نتائج النادي الكبير. لقد تحملنا مسؤولية تسيير الفريق إلى جانب من الشرفاء، ونقول الشرفاء مثل بن سعيد لأنه فيها تعديل وفيها ثم العقد الأخير ومطالبتهم بقوة لدى الفريق الأول، وهذه هي السنة. طبعا المشاركين قطع الجروحات وأفضل حل هو العضو تجربة سنة 1975 اللي كانت سنة احتضار، وكل مؤسسة أممية احتضنت وحملت. احنا طلبنا واحنا وصلنا نتمنى من السيد رئيس جامعة تطوان أنه يزيد يدخل ويوقف على البروجي باش البروجي من تختاروا. احنا نزيد واحد آخر السيد الرئيس وتزيد تغطي ان شاء الله يعطي باش الملعب مراقمين. غادي يكونوا البيبان كلهم الكترونيكي على اتساع معمولين بلينور، وغادي يكونوا كراسات الارقام، الواحد يشري البطاقه ديالو عارف الرقم ديالو. غادي تكون فيه 7000 مقعد، 7000 وشي حاجه، المهم 7000 مقعد اللي توفرت عليه. وغادي يكون عنده السلامه وظروف مريحه للجمهور. وخدمت على هذا خدمنا على عده ملاعب، 8 ملاعب، ولكن هذا هو راه انطلقت فيه الاشغال دابا، راه دراسه تجاوب عده مرات. المهم الاشغال صافيه. المحترم النائب الاقليمي لوزاره الشباب والرياضه بتطوان السيد المحترم الفريق الاول، من خلال تتويجه بلقبين احترافيين مسارات تتويج فتحت الفريق له المشاركه العربيه والافريقيه ثم العالميه هي في المدينه، وفتح فضاءات وملاعب ووضعها رهن اشاره فريق المدينه المسير للفريق، وعلى راسهم الحاج عبد الملك هارون منذ توليه العبء ومسؤوليه تسيير النادي بكل تفاني ببلوغ هذه المكانه التي اخذت الفريق لبلاد اخرى معلنا للجميع. وعندنا كما جاء على اللسان الاخ كتلعب 55 لاعب، عندنا 20 لاعب مداخل الدخول السعودي، مداخل الحياة بالنسبة ل 50 مليون لاعب، 913,942 منها دعم المؤسسة العمومية 9,945. حنا عندنا بالنسبة للجميع هذا الأرقام والحاجة ديال الأفريقية 14,424. هنا نادي هذا الفريق برصيد بطولتي في هذا النادي ساكنة تطوان جميعا، وباقيين من هذا الفريق بطبيعة الحال، بالإضافة للبحث عن المحتضنين من المستشفرين والداعمين ماليا. بغينا المصادقة تدخل الأهلية، ليس هناك ضغط. هل هناك ممتنع عن التسجيل؟ ليس هناك. الموافقون؟ نسجل أنه تمت المصادقة على التقرير المالي والأدبي بإجماع حضور المنخرطين اللي هو 47 منخرط. كاميرا دلال ياسين كاميرا. ونختتم جمعنا هذا برفع قضية ولاء وإخلاص